الشيخ محمد الحاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا. تشرفنا بمداخلتك، الله يحفظك. تحياتي لك ولسماحة الشيخ الأخ العزيز ولجميع المستمعين، ودعني عبر قناتكم العزيزة نتوجه بالتهنئة القلبية إلى الأمتين العربية والإسلامية بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سالما معافا إلى المملكة. الحمد لله. ودعني أعقب على ما ورد في هذه الحلقة منذ بدايتها حول الأحداث جميل. في المملكة العربية مملكة البحرين وما يجري في المنطقة العربية بشكل عام، لأن الأمور بدأت تذهب إلى اتجاهات كنا نأمل أن لا تذهب إلى هذه الناحية. الصراع اليوم في المنطقة، يعني أنا أخالف البعض رأيه، الصراع ليس صراعا بين السنة والشيعة، الصراع هو بين قادة يحلمون ببناء امبراطوريتهم على حساب أمتنا العربية وعلى حساب أنظمتنا العربية. هناك مخطط كبير لضرب أسس المنطقة العربية، لضرب أسس الأنظمة العربية، للاستيلاء على هذه المنطقة. وأكبر معاناة تابعناها منذ سنوات وكان لنا صراخات عالية، وهو لفت أنظار الأنظمة العربية ليلتفتوا إلى ما يجري مع أهلنا في الأحواز العربية، هذه الأحواز التي يعيش أهلها العذابات ويعيشون القهر ويعيشون التعذيب. وقلنا مرارا أن هذه المنطقة ينبغي أن تعود إلى الحاضنة العربية، ولا نفرط بها ولا بأهلها ولا بحقوقهم، وأن نتوقف عند من يدعي الحرية والديمقراطية أن يمنح هذا الشعب حريته وديمقراطيته قبل أن يعظنا بأن تلتزم حكوماتنا بمنح شعوبها الحرية والديمقراطية.